هقول لكم ايه اكتر شخصية بيكرهها كل برج. يعني لو عايز تضايق شخص من برج معين، او عايز تستفزه او عايز تضايقه، اعمل او خلي عندك الصفة دي او اتعامل بالطريقة دي. طيب، برج الحمل اكتر شخصية بيكرهها، ممكن تعصبه كده وتخليه ممكن يرتكب جريمة او يعمل عملة يعني. هي الشخصية البطيئة الهادية قوي، اللي بتاخد الخطوة في 10، بتاخد 10 سنين تفكير قبل ما تاخد قرار. هو حماس، الحماس عنده عالي قوي، بيبقى فراك كده وعايز الحاجة تتعمل بسرعة، عايز اكشن، عايز حد يلعب ويروح ويجي معاه. فالشخص الهادي البطيء اللي الخطوة عنده بياخدها في كتير، و... يعني ما بياخدش قرارات سريعة. ده اكتر شخص واكتر شخصية ممكن تضايق او تعصب او تنرفز برج الحمل. برج الثور اكتر شخصية في الحياة بيكرهها، او اكتر صفة او اكتر حاجة بيكرهها هي المجادلة. الشخص اللي بيقعد يقاوح كتير قوي معاه. برج الثور حاضر وطيب ونعم، بس انت كده حطيته في جيبك، انت كده كسبته، كده هيبقى حبيبك العمر كله. لكن بقى ليه؟ ازاي؟ طب فهمني، طب اقنعني، طب قولي، طب كل الاسئله دي بتعصب برج الثور بشكل مش طبيعي، بجد بشكل مش طبيعي. ف... فالشخصيه اللي هي ما بتعرفش تقول حاضر وطيب ونعم كده وخلاص ومن سكات زي حالاتي، ما بتسلكش مع برج الثور، لانه ما شخصيه ما بتعرفش تسمع الكلام، ما بتعرفش تقول طيب وخلاص وتسكت، لا لازم تفهم وتسأل بدل السؤال 10، وطب اقنعني، طب فهمني، طب مش عارف ايه، ومقاوحة لبعد بكرة. فالشخصية دي ما بتسلكش خالص مع برج الثور. تالت برج هو برج الجوزاء، واكتر شخصية بيكرهها برج الجوزاء هي الشخصية الروتينية المملة. الناس اللي هي ماشية في حياتها بتصحى الصبح تفطر بيض، وبعدين تنزل تروح الشغل تشرب القهوة في الشغل، وبعدين تقعد تشتغل ال8 ساعات، تخلص شغل وتروح. لا لا، الناس اللي هي ماشية على سيستم، اللي حياتها ما بتحبش التغيير وما بتحبش الفرق الكتير وكده. الناس الشخصية دي أكتر شخصية يكرهها برج الجوزاء. برج الجوزاء يحب إيه؟ يلا لم شنطتك وهننزل نطلع اسكندرية دلوقتي، هوبا أنا جاي معاك، يلا ماشي، وانزل احضر الشنطه ونروح سوا. تعالى بقول لك ايه، ده في مطعم جديد فتح في لالا لاند، هنروح نجربه. اه يلا بينا، طب هحضر بس حاجتي واجيلك. هو عايز حد دايس معاه في اي بتاع، ده يبقى حلو قوي معاه وعلى قلبه زي العسل. لكن شخص بقى، لا اصل انا راجع من الشغل تعبان مش قادر انزل، لا اصل انا عندي بكره شغل الصبح فمش هعرف، لا لا لا، دي اكتر شخصيه في الحياه يكرهها برج الجوزاء. نيجي بعد كده لبرج السرطان. اكتر شخصية بيكرهها برج السرطان هي الشخصية الوقحة، الشخصية الدبش، الشخصية اللي ما بتفكرش في الكلام قبل ما تقوله، لان السرطان بطبعه شخص دايما بيحط نفسه مكان الناس قبل ما يتصرف اي تصرف، او قبل ما يعمل اي حاجة في الحياة لازم بيحط نفسه مكانك، و... وبيشوف الحاجة دي هتبقى حلوة لو عملها ولا لا، بيفكر كتير قوي وبيحط نفسه مكان الناس قبل ما يتصرف اي تصرف. عشان كده اكتر شخصية بيكرهها، خصوصا ان هو حساس قوي، ان هو كلمة بتأثر فيه بشكل مش طبيعي فوق الوصف. فاكتر شخصيه بيكرهها هي الشخصيه الوقحه، اللي ما بتفكرش في الكلام قبل ما تقوله، اللي بترمي دبش من بقها طول ما هي بتتكلم، اللي بتوجع غيرها بكلام من غير ما تفكر فيه، الكلام اللي هو ايه، الكلام ما بيعديش على مخها، بيتزحلق على لسانها وبيطلع على طول. ده الشخصيه اكتر شخصيه ممكن يكرهها برج السرطان. بعد كده برج الاسد. اكتر شخصيه بيكرهها برج الاسد هي الشخصيه اللي بتنتقد كتير، اللي بتقعد تطلع القطط الفاطسه في الحاجه من الاخر، واللي بتنتقده هو شخصيا كمان كتير. برج الاسد اكتر حاجه بيحبها هي المدح، اقعد دلعني كده وسمعني كلام حلو وفخم وعظم فيا طول الوقت، احبك وهتبقى صديقي الصدوق. لكن هتقولي اصل انت تخنت كده ليه، اصل انت طولت كده ليه، اصل انت بتعمل حاجه بالطريقه الفلانيه ليه، لا اخرجك من حياتي.
ما بيحبش حد يقول له نقد، حتى لو كان هو عارف الصح وعارف ان هو تخن مثلا، وجي حد بيقول له انت تخنت كده ليه، لا بالنسبه لي اروح اموته احسن، ولا اني اسمع منه ما خلاص يا عم، ما انا عارف ان انا اتخنت وانا مستنيك تقول لي ان انا اتخنت. وبيبقى رد فعله اجريسيف احيانا كتير تجاه اي شخص من الشخصيات دي، اي حد بيحاول يقول له نقد، ايا كانت الطريقه، حتى لو نقد بناء، يعني حتى لو انت بتقول له نصيحه عشان يطور بيها من نفسه او عشان انت عايز مصلحته، او لا ما تنصحنيش، ما انا عارف انا بعمل ايه وانا عارف مصلحتي، مش مستني حد يعرفني. نيجي بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء اكتر شخصيه ممكن بيبقى بيكرهها هي الشخصيه السطحيه، الشخصيه اللي ما عندهاش حلم، ما عندهاش باشن، ما عندهاش هدف في الحياه، شخصيه عايشه عشوائيه كده، ما عندهاش، مش ماشيه على بلان، بتعيش اليوم بيومه وبتصحى الصبح تشوف اليوم ماشي ازاي وتمشي معاه، ما بتبقاش حاطه خطه ليومها وخطه لحياتها، ما بتبقاش حاسبه حساب بكره، الشخصيه اللي هي عايشه شويه زي انا كده، انا بحب اعيش اليوم بيومه، وما بحبش اقعد افكر في بكره ولا اعمل حساب اللي جاي، ولا بحب اعيش كده، اصحى من النوم اشوف اليوم بيقول ايه النهارده. ده يعصب برج العذراء جدا. برج العذراء بيحب كل حاجه تبقى ماشيه 1 2 3 4، هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا، اليوم بيبقى ماشي عنده بمواعيد، الساعه كذا هقابل فلان، والساعه كذا هقابل فلان. بيحبش بقى الشخصيه العشوائيه دي اللي هي ماشيه الحياه كده هلهلي، يعني زي ما بيقول.